حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، انت فين حبيبي؟ ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في فيديو جديد وحشتوني. عندي ليكم اخبار لذيذه وطعمه. فيديو الجاي بنسبه 60 80 90% هيكون دعم شحاتين التيك توك، وزي ما انتم عارفين هحتاجكم تصوروا معايا الفيديو ده عشان نخش كلنا مع بعض في اللايفات اللي انا هصورها. فمحتاجكم كلكم، يعني اي حد بيتفرج على الفيديو وبيحب السلسله دي، تخش القناه بتاعت الواتس، هسيبها لك تحت الديسكربشن. القناه اسمها احمد فيديو تي في، ودور عليها. ما لقيتهاش اقعد دور عليها، وهسيب لك اللينك تحت، اقعد خش على اللينك ودور، ويعني اسعى اتعب. انا مش عارف ليه لحد دلوقتي هي بتظهر لناس وناس لا. معلش هتابعك معايا. وقبل ما نشوف منشناتكم، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام وندعي ياخدنا فلسطين. انا عارفه ان البيوت اسرار، بس انا بجد متضايقه قوي، وحابه ان انا زي ما بشارككم الحلو اشارككم الوحش، وما اعرفش اصلا. طبعا ده حقنا عليكي ان انت تعرفينا كل كبيره وصغيره بتحصل في البيت. بدايه الكلام اعذار، انا عارفه ان البيوت اسرار، ففي فضيحه كبيره جايه دلوقتي. يا رب تكون ايه بقى الفيديو اللي انا بعمله ده هو صح ولا غلط، بس سواء كان ولا صح يهمك. او غلط انا عايزه اتكلم. صح او غلط، هي طالبه معاها تفضح حد، واكيد هو جوزها، ما فيش غيره في البيت. انا يا جماعه الصبح انا وجوزي اتخانقنا مع بعض. عيب عليك، ما فيش غيره مفضوح. للاسف ان هو اخد بعضه ومشي، بس ساب تليفونه، يعني خلاني حتى مش عارفه اوصل له. وكلمني بعد ما مشي بحوالي 3 ساعات، قال لي ان هو قاعد في المكان الفلاني، وان هو بيكلمني من رقم حد يعني شغال في المكان ده، وان هو هينام، وطبعا انا مش هعرف اتصل بيه تاني لان ده مش رقم. فاللي انا كنت عايزه يعني اقوله ان انا متضايقه جدا وقلقانه جدا جدا عليه، بس اكتر حاجه مضايقاني وحازه في نفسيتي ان هو انت ازاي تقدر تقعد طول الوقت ده ما تعرفش عني حاجه وما تطمنش عليا. يعني ده انا اللي بنيمك، انا اللي باش اتفق، بغير لك، بحميك. ايه ده؟ فين الفضيحه حضرتك؟ بجد انا زعلانه جدا 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 منك، وعارفه ان انت مش هتشوف اصلا الفيديو ده غير لما ترجع البيت، بس انا عملته عشان تعرف ان انت بجد جيت عليا، ده عايز تعيط. وان انا اكتر حاجه مضايقاني ان انت كل ده قاعد عادي ولا سالت عليا ولا كلمتني. الدول حوالينا بتموت وفي حروب قايمه والدنيا هايجه يعني، والاخت عامله فيديو عشان جوزها ساب البيت ونزل، وبتناشد الناس وبتناشد الناس وبتشهدهم ان جوزها مزعلها وسابها ونزل، وان هو ما كانش صح يعمل كده. فما كانش ليها لازمه ان انت تكبر الموضوع وتاخد بعضك وتمشي وتسيبني وانا. هو ساب البيت ومشي عادي، مقموص بقى حقه عشان ما فيش مشكله تحصل مثلا. فانت قمت مصوره فيديو، والفيديو جايب بس لايكات 150 الف لايك، يعني 150 الف بني ادم عجبهم الفيديو ده، غير الفيو بقى، وهو اللي كبر الموضوع والله. انا مش متصوره ان انت ازاي هتقدر تقعد لبكره من غير ما تسال عليا وتطمن عليا. يعني افرض انا تعبت ولا بعد الشر عليا رحت المستشفى او حصل اي حاجه، يعني انا هوصل لك. يعني نكمل الفيديو ليه؟ احنا مالنا يعني؟ الناس مالها؟ مال مشكله عائليه ليه؟ التيك توك محضرينه كانه راجل كبير اللي بيجي يحضر القعده. انت تقريبا ما كلمتيش اهله ولا اي حاجه. انا صور فيديو على التيك توك، اعرف الناس كلها، اعرف الخلق كلهم. معلش في الكلمه بس، ما تتحرقوا بجاز في هدوء يعني. ليه هس كده يتحرقوا؟ الناس مالها ومال الليله دي؟ شايف بقوم من النوم دايما بستحم ازاي؟ ايه ده؟ يعني ده فيديو فضيحه مسرب ولا هو منزله عادي؟ حب من اول لايف. شاكر محظور عليه ما شاء الله. ايه ده؟ علياء مالها؟ كنت بتتخانقي بوشك يا علياء ولا ايه؟ طبعا شاكر طلع مع علياء، فهنعمل ايه؟ ناخدها محتوى يعني، نجيب لها بوكيه ورد ويلا علياء. وعلياء عبيطه، فممكن لو تتعلق بيه فتدي كلام افيهات فنطلع منها ضحك وكده، يا اكيد يعني. باقة ورد، الله. باقة ورد؟ انت من التسعينات؟ ايه اللي باقة ورد؟ بوكيه ورد. عليا. علياء. ايوه استاذ شاكر. استاذ شاكر You are so beautiful, so cute. ايه؟ بيشتمك بامك. فين بيت الفيديو؟ بتقول ايه يا استاذ شاكر؟ بقول لك you are so beautiful. يو ار سو بيوتيفول. انا جميله، انا جميله. بيقول لي انت جميله. يا نهار اسود. سو بيوتيفول. في واحد واقف في الخلفيه، يا نهار اسود. يعني شاكر بيقول لك انت جميله، مبروك عليك الجنه. انا مش فاهم اللي بيحصل. انا معايا دبلوم برضه في اكاديميه على فكره، يعني فاهمه يعني. حلو حلو. تقبلي مني الورد ده؟ لازم تقبلي. ايوه اقبله طبعا يا استاذ. ممكن تورينا الخطبه نونا اللي واقفه في الخلفيه؟ ده مبهور قوي، ده مبهور اكتر منك. لازم تقبليه، لازم 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 تقبليه. خدي. يخرب بيت ام الضحك. ايه ده؟ انا هموت.
جماعه بجد الحياه مش كده يا جدعان. طب اللي انا فهمته ان شاكر طلعت معاه وتقريبا خلى الداعمين بتوعه يدعموها يعني ماديا وكده. بعد كده بقى عليا تسكت، عليا قامت عامله لايف باين قامت بيتكلموا على شاكر تقريبا. شاكر ده مثلا يستاهل مساعده؟ شاكر يستاهل مساعده يا جماعه؟ شايفين وش عامل ازاي؟ شاكر يستاهل مساعده؟ الصراحه لا، ده هو اللي بقى بيساعد دلوقتي. لا ما يستاهلش، ده عنده استعداد يجوز مصر دي كلها. مصر كلها؟ طريقه كلامها الست الصفراء اللي قاعده عندكم في الحاره كده وبتحسد اللي رايح واللي جاي. بشباب مصر كلها. بشباب مصر كلها يعني مش الدرجات دي يعني كل اللي عامله من الاول للاخر يعني حوالي نص مليار بس، لسه بيكون نفسه. جايب عربيه ب 10 مليون جنيه. 10 مليون جنيه. هو عامل نفسه كده، هو عامل نفس الرياكشن. عليا انت بجد طلعت بنت صفرا قوي يعني، بنت مش سهله، ما بتحبيش فعلا الخير لحد. معاكي مليارات مش ملايين. مليارات يخرب بيتك بيت. انا نفسي بس في 1000 جنيه، في 1000 جنيه. فشخته بعد كده قالت لك انا عايزه بس 1000 جنيه، مش مليارات بقى، لا 1000 بس. البنت دي مش سهله، واللي شبه عليا كده مش هيكمل في السوشيال ميديا يعني، الناس بتكون هرشه فشخ. اتمنى الخير يا عم لغيرك، هيجيلك والله هيجيلك اكتر كمان. هو انا يعني مولود كده؟ يعني انا لو اتمنيت لحد نص مليار هيجي له نص مليار، يا رب يجي لك كمان نص مليار عشان يجي لي. ربنا يرزقك يا عم. مش عايز انا فلوس من التيك توك، انا عايز فلوس من اليوتيوب. انا من رايي ان كل واحد يحلف في الحته اللي تريحه، انت تحلف في التيك توك، انا احلف في اليوتيوب كده. يلي بتحب حمزه الله وكيل لجبونك وجوزونك. يا غراسي يا حمزه بالله عليك يغرفوا واحد كده عشان هو محتاج. واد مستفز قوي يا جماعه بجد، اللي بيخليني بجد عايز اشتم وعايز اعمل امشي كده القرف. شفت اللي حصل؟ اسرائيل ضربت ايران، والله العظيم الحرب قامت واسرائيل ضربت ايران. انت بتفتيني عليهم ولا انت بتنقلي الخبر لينا ولا ايه ده؟ مش ده المهم ان هم طلعوا بعد منها واعلنوا عن مسؤوليتهم عن اللي حصل. انت ساكنه جنبهم طيب، موطيه صوتك ليه؟ هتكلمي عادي، طريقه كلامك وفتحه بوقك غريبه فشخ. عاجبني فشخ ان المحتوى حتى بقى في ناس بتقدمه يعني كل واحد ليه ستايل كده معين، بس الستايل ده جديد فشخ اللي هو بتفتن الخبر مش بتقوله. يا جماعه بقى انتوا كنتوا بتبيعوا الفيديو ب 200 جنيه و 300 جنيه ايه ده؟ انت ايه ده بقى؟ ايه ده اللي انا سمعته ده؟ هدير انت ايه ده؟ قلت ايه؟ هي اللي منزله الكلام ده ولا ايه؟ لا ما بس هو هي اللي بتقوله ده، مش اي. شغالين نفسكم الكلام فاضي. تعالوا انا هديكم فلوس اهو، شغلوا بقى، ركزوا معايا. يلا بينا ولا ايه الكلام؟ يمكن على الاقل بدل ما انت عمال تكتب كلام اهبل شبهك يمكن تحل الفزوره وتاخد الفلوس. ثانيه واحده كده، هو انت عامله مسابقه فبدل ما كنت بتبيع الفيديو ب 200 جنيه تعالى خش مسابقه وخد ال 200 جنيه؟ اكيد مش قصدك كده يعني، انا اتسرعت صح؟ يعني تعالى نكمل. الفتره اللي جايه هديكم مسابقات وفلوس كتير كتير كتير. ايه ده؟ انت ازاي كده؟ يعني حرفيا كل الناس ما تقرب تنسى حوار الفيديو بتاعها ده. بقول لك ايه، فاكر الفيديو الفضيحه بتاعي اللي انتوا كنتوا بتبيعوا ب 200 جنيه؟ فاكره صح؟ كان ايه رايك اكسبك اكتر من 200 جنيه بفزوره بس؟ يا نهار اسود عليك يا هدير، انت بجد بتعملي كده؟ المشكله ده لايف ومتسجل يعني الكلمه بفوره. يوكا احمد علشان افضل اهلي وانكت واكيد في اللي شبهك كده. يلا يا ولاد ويا بنات ركزوا معايا. اول فزوره بتقول حاجه بتقرصك وما بتشوفهاش، ايه هي؟ متخيلين الناس هترد عليك عادي؟ ممكن يعني يربطوا حوار الفيديو ده انت بتعملي ايه بجد؟ وفي الاخر بتلومي الناس، يعني لومي نفسك والله انت اللي بتعملي كده. المهم الفزوره كانت بتقول ايه؟ وهعد لغايه 10 معاكم 10 ثواني. حاجه بتقرصك وما بتشوفهاش. حاجه بتقرصني وما بشوفهاش. غلب حماري. اول حد هيجاوب هياخد 500 جنيه حالا. طب انت مستفيده ايه؟ يمين محمد ميمو برافو كسب. فعلا حاجه بتقرصك وما بتشوفهاش، الجوع يا محمد. يا اخي ده الواحد هيخش جهنم والله العظيم. والله اوكي تمام ماشي. اوكي يا هدير، يعني سيبك تكملي اللايف بتاعك الجميل مع الفانز بتوعك اللي انت بتفكريهم بحاجات المفروض هم ينسوها في مصلحتك انت، لكن انت ما شاء الله يعني بتعيدي كل شويه ذاكرتهم من تاني. وانا صاحب الحوار، انت صاحبه الحوار، انا مال انا. فرحك النهارده بس اوعي تنسيني، طلعتي من باب بيتنا ورايحه لبيت جوزك، بس اوعي تنسي اختك، انا عمري في حياتي ما هنساكي. ماشي بس ما تنسينيش اوكي. النبي امانه عليكي. هي اتطوعت للجيش، متجوزه عادي، يبقى رن عليها وكلميها عادي. تروح حبيب بعيد، بس تمام. انت طالعه من باب بيتنا واخش اوضتي لوحدي وانت مش موجوده فيها. لا حول ولا قوه الا بالله، الحوار ده امانه عليك.
نشجعهم بالسقف وزرغوطة عالية. زرغوطة انت كمان؟ انا وداني اتخرمت. ايه زرغوطة دي؟ مفيش حاجة اسمها زرغوطة ولا ايه؟ غيروها دي ولا ايه؟ ممكن ما اتكلمش وافضل سامعك على طول. اتجوزته؟ ممكن ما تعاندش دماغك معايا تاني عشان ما نسيبش بعض. مش هنسيب بعض تاني عشان انا ما حبيت غيرك ولا اعرف احب غيرك ولا عايز احب غيرك. ابو العيال مش عايز يحب غيرك ولا يحب حد غيرك، لان هو بعد ما سابك تقريبا دور على بنات كتير فما لقاش المواصفات اللي هو عايزها غير فيك، فمن بعدك مش هلاقي كونتنت. اعمل ايه؟ نرجع تاني حبيبه قلبي. قعدت سنه انا بجري وراه في هما تقريبا يا جماعه عملوا خطوبه مش فرح، يعني هو تقريبا كان خطيبها، بعد كده سابوا بعض فتره طويله وقعدوا يلقحوا على بعض وعملوا محتوى من الليله دي، فرجعوا على بعض تاني، فقال لك بقى نعمل خطوبه بقى من اول وجديد ونبدا من الصفر. عبد الله التركي تقريبا هو خاطبها لما انا كنت خاطب مراتي. انا دلوقتي معايا زين صغير داخل على السنتين، فانا عايز اعرف الجواز بالنسبه لكم يعني بيجي في سنه كام؟ الخطوبه عندكم ما لا نهايه؟ افرحوا واحدة منكم فرحانة يا بنات. ده الكومنت اللي كان مكتوب لها، هي كتبته بقى على على فيديو. انتوا خلاص هتتجوزوا ولا ايه اللي حصل؟ بس ممكن نعرف؟ لا دي تجهيزات الفرح تقريبا، او ممكن بيعملوا تيست للفرح اللي هو يمكن هيحصل كمان سنتين 3 ممكن. لا مش سامع عمري ما هصغرك بجد. اخر مره بكلم بجد. وانت الوعد اني وعد ايه؟ ماشي عمري ما اسيبك. عايشين الحياة كده. ازيك هايدا عامله ايه؟ ازيك يا بودي عامل ايه؟ ما بيكلموش بعض زينا كده، لا يعني في تليفون لازم يبقى واقف في النص كده ما بيننا وبين بعض. ساتر انا ربنا يعافينا والله. شفت الخناقه اللي حصلت عندي دلوقتي في البيت؟ ما شفتش؟ تعال هتشوف ازاي. صحيح تعالى. انا كل عيد دايما بقول ان الفته من غير صلصه احلى بكتير، وان طعم الصلصه بيضيع طعم الفته اصلا. المشكله وهما بيعملوا فته في البيت لازم يحطوا لي صلصه. الفته ما تنفعش من غير صلصه. لا بقى تنفع، وانا باكلها كده وعجباني كده. انت بقى بتفهم وبتاكل الفته من غير صلصه ولا زيهم وبتاكلها بصلصه؟ يا عيني الدرجه دي ما كنتش لاقي كونتنت فخدت الفته محتوى. الله الله ان شاء الله على النظافه. النظافه الشخصيه اهم حاجه في البني ادم. الله ده امل ده ولا دبان ده ولا براغيث ولا ايه الليله دي؟ ميرسي اللي عمل لي منشن على الفيديو ده، جاتك القرف. لو انت بتاكل دلوقتي ماليش دعوه. عايزك تتحاسبن على المصفوعه من اولى اعدادي، هي اللي منشنت. منوفي دخل على مراته لقاها بتخونه. والله ما نايفه فوق راسي، انا بضحك على الفكره نفسها بتاعت الفيديو. هو صحيح ايدي النور ليه ما اشتغل في الضلمه. بصوا المنشنه وقفت لحد كده ما عادش عارف اجيب بقيتها. مش عارف الجهاز علق شكلها علامه كان احنا نقفل الفيديو. لو انت كمان تبقى عادي دي هتصفك في الفيديو. وي الشرط تفهم انا بقول ايه يعني، مش حوار اهو.